السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات الكريمات، غادي نشارك معكم إن شاء الله واحد الطريقة كنديرها المسائل كاملة اللي كنبغي نوجد كنحطها في المجمد. غنبدا معكم بالفلفلة بإذن الله تعالى. هانتوما كتشوفوا الطريقة، كنجيبها ونغسلها ونخليها تنشف على خاطرها. ديك الساعات كنبدا نقطعها شرائح هكا طويلة أو التقصيرة ماشي مشكل. أنا غنوريكم اللي جامدة. دابا غنبدا معكم هذه. حيت الا قطعنا طريفات صغيورين كيتجمد لينا داكشي مجموع. ملي كنبغيو واحد الكميه قليله كيصلحناش باش نهزوه. هاد الطريقه هذه مزيانه، كتاخدي اللي بغيتي ولو غير مورسو. بغيتي ديري في البيتزا، بغيتي ديري فوق الطاجين، المهم اللي بغيتي كتهزيه. حيت الفلفله بزاف فاش كنحتاجوها في الخبيزات المعمرين، بزاف فين كنحتاجوها. وكندير فيها اللوينات الصفر والخضر الاحمر. غادي نوريكم الاخرين راه جامدين. اكتفوا بهذا القدر هكا كنوجد هادو. غادي نوريكم اللي جامده ان شاء الله. شوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. هذه راه قطعتها البارح في الليل. كنجيبها وكنبدا نفرش الميكا ما بيناتهم هادي باش ما تجمش ليا. هذه دابا راه جمدات. ثم راه كندير طبقات هي عاود لتحت راه قاصحه. دابا هذه ولات حجيره، كنحتاج غير مورسو كنجبدو وكنجمعها في ميكا ونحطها في المجمد. دابا غادي ندوزو ان شاء الله لحاجه اخرى باذن الله تعالى. مثلا الفواكه، البنان نوريكم فيه غير واحد المقدار صغير وغندوزكم اللي جامد. دابا البنان كنجيبوه باقي جديد، ملي كتكحل ليه الجلفه ما كيبغيوش الدراري ياكلوه. كنشد انا ديك الجلفه كنقلعها وكنجمدو وكنجمعو. ملي كنحتاجو في عصير او شي حاجه كنجبدو وكنبدا نلحو نطحن. ان شاء الله ندوزو لحاجه اخرى باذن الله. غنبداو دابا بهاد الطريقه ديال المجمد. كنجيب انا الا عندي نابيل كبير، ها هو كنجيب فيه كميه كبيره كنقطعوها هكا طريفات وخصها يكون جديد باقي طري. كتجبدي مورسو او جوج تحطهم في الطبيسيل بحال الا عاد قشرتيه جديد وكتوجدي كلشي واجد فوق الطبله. هذا هو البنان، ها هو دابا راه جامد. ها هو درتو في الساشيات. هذه الفلفله هذه اللوينات، ها هي ها الصفر ها الخضر. ها انا دايره كل شبيكه دايره فيها المسائل ديال هذه المسائل ديال الحريره. هذه مطيشه كنطحن المطيشه العاديه، وهذا الحمص وهذا الربيع كنجيب فيه كميه كبيره وكنقطعو معدنوس وكرفس. كل حاجه كنديرها بوحدها. هادو الفواكه كما قلت لكم بالنسبه للعصير. هذا هو الفوق، هو كيجمع التفاح. كنجيب داكشي طري وزوين وكنقطعو، ماشي نخليو الحاجه حتى مثلا تبغي تخسر. هذا فريز، هو حتى هو كلشي. وكتلوحو باي حاجه في عصير او في حليب كلشي كيبرد لان كلشي جامد حتى اخر لحظه. ها هو الاخر التفاح بوحدو حتى الاخر لحظه. حتى لافوكا ها هي كنلبسها هي كنجبدها حتى كترطاب صافي. وكناخذها هي بالمعلقه سهل حالها. سميتو نيبس الباباي، كنيبس اي حاجه كنبغيها في العصير نحضرها كنوجدها. طريقه اخرى مطيشه الحك كنجيبها ها هي كنديرها في هاد الساشيات الطوال. وديك الساعات كنبقى ندير فوق الكراده وكنقطع المقدار اللي بغيت طق 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 اي حاجه بغيتها. الكفته كذلك كنجيب ملي قدرت عليه كيلو او 2 كيلو ديال الكفته كندير لها هكا وكنطرقها كنديرها رقيقه. كنديرها في البلاطو ملي كتنشف كتولي هكا على هاد البلا. وكنبقى ناخذ المقدار اللي بغيت باش كيكون عندك دائما كلشي موجود، باش كتعاوني شويه راسك باش تحضري داكشي طري وزوين لراسك ولوليداتك. وهذا ما تجلسيش حتى لاخر لحظه وتقولي ما عنديش هذه وما عنديش هذه. كلشي يكون موجود في الدار ولله الحمد. اي حاجه بغيتها كنجبدها وكنطيبها. ونكتفوا بهذا القدر ونتمنوا ان شاء الله هذا الشيء يعجبكم باذن الله. وتجاوبونا في التعليقات، والناس الجداد يديروا ابوني. وان شاء الله بحول الله انا باقي الجديد باقي حنا ان شاء الله
على ابواب ان شاء الله سيدنا رمضان، وغادي يكونوا حويجات ان شاء الله زوينين اللي غادي يعجبوكم، وانتم تهلاو بارطاجيو مع العائله. الله يعطيكم الخير، وانا غادي نتهلا ان شاء الله بالجديد. اخوات الكريمات، السلام عليكم. غادي نكمل معكم ان شاء الله الطريقه ديال الفلفله اللي وجدت معكم. هانتوما كتشوفوها، انا احتاجيتها، غنرافقوها ان شاء الله بالخبيزات. ها هو خيزو محكوك، البصله خضاريه كنقطعها رقيقه، الشحمه كنجيب الشحمه ديال البقري المطحونه، كتمشي عند الجزار كتقول له طحنها ليك، والعطريه كاين هنايا البزار، القزبور اليابس، الكمون، الملح على حساب الذوق، الخرقوم، شويه التحميره، شويه سكينجبير، وكنديروا شويه د الحار بالنسبه اللي بغى الحار. انا حطيت جوج حارات غيتقطعوا رقاق. هذه دابا غتقطع رقيقه. غادي نبداو سميتو بخيزو، هو الاول يتشحر باش كيطيح. كنزيدوا عليه البصله، ما كنقتلوهاش مزيان، كنزيدوا عليه الفلفله، كيتشحر داكشي مزيان. كنرميو عاد العطريه باش كتبقى لينا العطريه شويه عطيه الذوق، حتى كنساليو ونطفيو عليها وتصافي وتنقص شي شويه من ديك الصهد اللي كان فيها. عاد كنرميو الشحمه. الشحمه غير بحال اللي كتقول كنصهدوها راه كدوب، لان راهي شحمه فتيه ومطحونه. هانتوما كتشوفوا كتجي واعره بلا ما تذوبوها. الا ذوبتوها كتولي سائل، كتولي بحال اللي دام. حنا بغيناها تبقى شي شويه باش ملي ديرها في وسط الخبز عاد غادي تطلق داك الذوق ديالها. بالنسبه اللي بغى يدير الشحمه، بالنسبه اللي ما بغاش يدير الشحمه كيدير الكفته. انا نيت دابا غنرفقها بشويه ديال الكفته، الكفته د لاداند او الكفته د البكري او المهم داك الشيء كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. وكتعمري بهم. كان كاع اللي ما كيديرش الشحمه بتاتا بالنسبه اللي كديروا الشحمه. ايوا ان شاء الله نكتفيو بهذا القدر باش نكملوا ان شاء الله الفيديو حتى نشحر ونوريكم ان شاء الله. باش شحرنا خيزو حتى طاح مزيان غير بالزيت وشويه د الملح، رمينا عليه البصله. دابا صافي غادي نخليهم هكذا. الفلفله تشحرات بوحدها حتى هي بشويه ديال الملح والزيت. عاد غنضيفوها غنضيفو الربيع كما قلت لكم، القزبر والمعدنوس كنخليوه الاخر باش كيعطي شويه ديال الذوق. انا درت كميه كبيره باش كنحتفظ بها في المجمد، فاش ما بغيتها كنخرجها. عاد غنديرو العطريه، عاد غنزيد زيت العود. قبيله درت شويه ديال زيت المائده، شفتوا الخليط كي ولا ديك الفلفله كتعطي اللونات. الصفرا ما درتهاش على حكم خيزو، حتى هو الصفر ما غاديش تبان، درت غير الحمراء والخضراء. الا كنا غنديروا الكفته كتكون حتى هي مشحره بوحدها بحال دابا، نضيفوها ونخوضوها واحد شويه. دابا انا غندير الشحمه لهذا الخليط. دابا غادي نطفي هاد الشحمه. كتبقى لينا شويه الشحمه ما دايباش، ما ولاتش يدام. صافي دابا غنخليوه هادشي حتى يبرد وغادي نحتفظوا به في المجمد، فوقاش ما بغينا كنخرجوا. هذه الحشوه ديالنا صافي ساليناها وبردات، جمعتها باش نحتفظ بها في المجمد. فوقاش ما بغيتها كنجبدها، ممكن نضربها لك حتى عام. درت واحد الكميه كبيره، راه شفتوا قداش، 3 كيلو ديال الخيزو اللي حكيت، والبصله راه تقريبا شي 2 كيلو ديال البصله اللي قطعت بالورق ديالها بكلشي. كنجيب بصيله فتيه. ايوا الشحمه كديروا على حسب الاستطاعه ديالكم وعلى حسب الاستطاعه ديال حتى الصحه. والكفيته كديري القياس اللي بغيتي. والفلفله اللي شاركت معكم راه كاينه هنايا، راه شفتوا كيفاش الطريقه.
نتمنى واشي ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. نتوما ان شاء الله ما تبخلوش عليا وانا ما نبخلش عليكم باذن الله تعالى. كاين جديد ان شاء الله، والناس الجداد يديروا ابوني وبارطاجيو مع العائله، وجزاكم الله خيرا.